الحاجه الوحيده اللي ما ندمتش عليها ودرتها في الدار هي اختي هاد الباركي اولا البديل الخشب باش معروف. ونزيدكم حتى واحد الحويط صايبته وقاديته بالبياطريس، يعني ما كتحتاجي لا سيمه لا رمله. كتفكري في نهار غيكون عندك هذاك الحويط، يعني في نهارو كيطلع حتى تماره ما كاينه. شكون هو اللي عارف اختي هنا البياطريس؟ راه بزاف منكم كنشاركتو في الفيسبوك ولقيتهم ما عارفينوش، قلت علاش لا حتى نتوما نشارك معكم هاد الفكره ديال البياطريس تبغيو تقسموا بها الحيط. ونبقاو معكم اختي في الباركي اولا بديل الخشب. واحد المتابعه قالت لي عافاك منين خديتي الباركي وبشحال الثمن ديالو؟ مرحبا حبيبه، ها انا غادي نقدر نعاونك شويه بقدر المستطاع اللي انا فاهمه في هذا الباركي اولا بديل الخشب. الامتيازات ديالو اللي هو زوين وعجبني كاع بزاف حسن من الزليج، يعني الشطيبه كتبان فيه اما الجفيفه خلاص. شوفي لا بغيونس اللي كتبقى فيه واحد لا بغيونس اللي هي زوينه، وكما قلت لك راه مضاد اختي للبروده، ما كتبقاش عندك البروده حتى في الدار. خديته البنات من ايكيا، وكيبقى الثمن على حسب كنتية، يعني على حسب الجوده والسمك ديالو. ابتداء البنات من 120 درهم 190، ونتيا طالعه يعني على حسب الجوده كما قلت لك ولي كاليتي ديالو كيفاش دايره. انا البنات انا ما خديتش شي كاليتي اللي هي غاليه، ولكن الحمد لله صدق ليا زوين. انا راه درتو هنايا يا اختي في الدخله ديال الباب. انا راه مكرهش نديرو في الدار كامله، ما كرهتش والله العظيم لانه زوين ويستاهل اختي. ما كيتوسخش الدار، ما كتبانش لك مغبره، ما كتبانش لك كما كنقولوا بالعربيه ديالنا مزعلك اختي. فهمتيني اختي؟ ياك غتفهميني انت اللي كتجفي كاع النهار في الدار. هادشي اللي كاين. وشوفي ما بين الزليج وما بين الباركي شحال كتبان زوين اختي، الباركي غزال. وبالنسبه للبنات كنوريكم هاد البلينته هادي ديالو اللي ما بين الزليجه والباركي، هذيك هي اللي شويه كتكون غاليه. هذيك راه ضروري البنات تجيبوها ملي تبغوا تجيبوا الباركي ديالكم، ضروري راه هي اللي كتشد لكم وكتبريسي لكم الباركي مزيان، ما كتخليش يطلع. اما بالنسبه لهاد البلينته اللي كاينه فوق من الباركي، يعني جات في الحيط، هذيك رخيصه كاع بزاف البنات، يعني ما غاديش تضربوا ليها الهم. ولا حتى الباركي راه هو رخيص، يعني ما تاخذوش شي كاليتي اللي تكون واو. انا بالنسبه لي كما قلت لكم خديت شي كاليتي رخيصه وصدقات لي وكاع دايراها يعني في هاد الكولوار. غير اللي نوصيكم عليها البنات هي ملي تجيبوا الباركي ديالكم ضروري ما تجيبوا هذيك البلينته معايا، يعني تقداو كلشي مجموع، ماشي ديروا بحالي انا راه تركبت عاد مشيت جبت البلينته حتى كان غادي يطلع ليا الباركي. البنات راه كتجي فيه حتى واحد لاموس اللي كتحط من التحت، يعني في الارض او فوق الزليج عاد هو كيتخدم. وبالنسبه للخدمه ديالو راها ساهله، ما كتحتاجيش تقبي يعني الارض ولا شي حاجه، غير كيتحط غير بواحد الكوره ديالو اختي، خاصه غير به هو بالباركي. وبالنسبه للتركاب ديالو ضروري اختي يكون شي واحد اللي يكون معلم فيه وكيعرف يركبه. علاش؟ غير انتيا تقدري تركبيه غير بوحدك، ولكن المعلم ديالو تما فين كيعرف راه واش غادي تنفخ ليك من بعد. راه ضروري البنات خاصكم الخدمه تكون مزيانه. اما بالنسبه للتركاب راه ساهل، ما فيهش تماره كاع في مره. ونزيدك الا بغيتي تحيديه من بعد راه ما عتلقايش الزليج مخسر لك كاع، يعني كيبقى محافظ لك حتى على الزليج. البنات ضروري هذيك الكرتونه اولا العلبه اللي غادي تاخذوا بها نتوما هذاك الباركي ضروري ما ترميهاش اختي. علاش؟ ملي نتيا تبغي تخصك يعني شي حاجه، ما غاديش تمشي يعطيوك نفس اللون، ولو دي لهم هذاك المورسو ديالك ديه ليهم باش يعطيولك، راه غيكون واحد شويه الاختلاف. ضروري اختي تخلي هذيك الكرتونه راه كيكون فيها هذاك السيري تما غادي يعطيوك نفس اللون. كما قلت لك راه فيه جميع الالوان، وغتمشي وتختاري انت اللي بغيتي. ونتمنى اختي يكون وصلك هذا الفيديو وتكوني فهمتي هذا الشرح. وحتى نتوما الا استفدتوا اختي من هذا الفيديو لا عجبكم خليو لي معكم شي لايك وشي تعليق، وما كرهتكمش ديروا لي المتابعه، وشكرا بزاف. ودابا غادي نقول لكم على هذا الحويط اللي هو زد، يعني قسمت بيه هذاك البيت. هذا اختي كيقولوا ليه البياطريس، بزاف الناس في الفيسبوك ما عرفوش، يعني قليل اللي عارفينه. هاد البياطريس اختي كتقسمي، شوفي هذا راه كامل اللي كنوريك راه حيط، الا هاد البليصه هادي اللي بوحديتها بالبياطريس راه كيتصبغ بحالو بحال الحيط وكتحلفي عليه بحال الحيط. يعني الا ما قلتهاش لك وجيتي عندي للدار الا ما قلت لكش هذاك راه بياطريس راه ما غاديش تعرفيه. كما قلت لك راه تقدري تعلقي فيه كلشي. شوفي كنوريك هنا يعني السمك ديال الغلد ديال الحيط كيكون عريض، وانا هذيك البلايصه كما شفتي عندي صغيره، اللي جيت نصايبو بالحيط غادي تكون عندي مضيقه. شوفي شحال الحيط عريض بزاف. وغادي تشوفي معايا البياطري شحال هو رقيق. انا باش عجبني اختي يعني ما كتحتاجي لا سيمه لا رمله. كتفكري في الليل بانك باغا تقسمي شي حويط، راه اختي كتقسميه في نهارو، يعني ما فيهش تماره.
وحتى هو فيه جميع الاشكال وجميع الالوان، كاين اللي مضاد للحريق، كاين اللي حتى كيديروه في الدوش يعني مضاد للبروده. بالنسبه لي انا درته هنايا، ما كاينلاش ندير شي حاجه يعني كما قلت لكم غاليه. هذا اختي راه غير يعني ما كاينش التكاليف اللي ديالو غاليه. انا باش قلت لك عجبني غير بهذاك الرق اللي فيه وكيطلع في نهارو. هنا راه كنوريك اختي يعني هاد البليصه هادي راه فيها المنظمه ديال وليداتي وفيها حتى داك البلاكار، يعني راه صحيح تقدري ديري تخدمي حتى بالتقبي يعني عادي وتعلقي فيه اشنو ما بغيتي. هادو هما الامتيازات اللي عجبني في هاد البياتريس والباركي بديل الخشب. وهذا ما كان البنات. الا بغيتوني نزيد نشرح لكم على البياتريس خليو لي تعاليق ومرحبا بكم في اي وقت. كما شفتي قلت لك راه الحويط كاين ليه، ها البياتريس كاين هنا وكيبان عادي كما غتشوفي معايا. ها انا اختي كنزيد نوريك، يعني شفتي الحويط هو هذا كامل اللي على اليمين كله بياتريس. شوفي السمك ديالو، شوفي يعني شحال رقيق هو، ما كياخدش بزاف يعني في ليسباس، ما كيبقى كيجي كما قلت لك متيول وصغير. وها هو اختي كتصبغيه بالصباغه اللي بغيتي وانتي كتعزدي يعني حتى الصباغه ديال الماء ديال الزيت، يعني كما قلت لك حيط حيط عندك في الدار. وهذا ما كان البنات على الباركي وعلى البياتريس. نتمنى الفيديو كان عجبكم وما كرهتش تشاركوني اختي الاراء ديالكم كيفاش تتعاود. هذا البنات راه كان عندي في شكل وعاودت اختي في شكل، وهذا الشكل هو اللي عجبني. كما قلت لك الامتيازات اللي فيه زوينه هاد الباركي هي اختي يعني وقت ما قالك راسك اللي انت تجفيه تجفيه، وقت ما قالك راسك تشطبيه تشطبيه، ولكن ضروري من التشطيبه البنات والجفاف. ولكن راه ما كتبانش فيه الغبره ولا كتبان فيه هذيك الزعليكه كما كنقولوا، يعني داك الوسخ كي بحال الزليج، يعني كيبقى نقيقي وكيشعل. ونزيدك وكيعطي واحد اتساع اللي كيكون في الدار زوين، يعني كيعطي واحد الراحه في العين. انا هنا اختي الطوال اللي يعني الكولوار اللي عندي كامل درت كما قلت لك، يعني ما كرهتش نديروه حتى في البيوت، راه ما كيتصلحش فيه حتى الزربيه. كما شفتي هنا حطيت غير زربيه صغيره، كنت شحال هادي فاش كندير الزليج راه كانت كلها زربيه الدنيا، ولكن ملي درت الباركي عجبني اختي ودرت ديك الزريبيه كما شفتي طويله. وها هي اختي كيفاش كيبان هاد الكولوار ومع هاد الكليسه اللي قاديت اختي بداك البياطريس اللي قلت لك بحال الحيط. حتى تقولي لي كيف جا، واش جا زوين ولا جا خايب. كما غتشوفي معايا كيبقى اختي يلمع غزال قلت لك، يعني نقيقي كتبان حتى الدار نقيقيه وكيبان اختي مضويه. وعاد انا هنا راه خديت واحد اللويني وشويه غالق، اما هذاك اللي كيكون لي كاليتي ديالو زوينه وبحال العود يعني تماما. عرفتي كي كتبان الدار، ولكن خدتكم على قدر المستطاع ديالها. هادشي اللي قديت عليه راه انا درته. وشوفي الفرق الكبير ما بين الزليج وما بين اختي البلاصه ديال الباركي. انا راه مكرهتش كما قلت لك نزيدو حتى في الكوزينه، راه حتى البروده البنات ما كتبقاش عندك في الدار البنات. وبالنسبه للتسياق ديالو ما كيبغيش الماء، غير شيفون يكون معصور مزيان. وراه كاين واحد البرودوي خاص به كيتجفف. بالنسبه لي انا كندير بعض المرات غير صاني كروه وكنجفف، غير هو الجفاف يكون معصور كما قلت لك ما كيبغيش الحكان. وهادو هما الامتيازات اللي زوينه فيه، يعني تجفيفه خفيفه وهاد الدار عندك كتلمع وضاويه. كما قلت لك الا كانوا شي تساؤلات مرحبا على الراس والعين. وتا لهنا البنات نقول لكم الا كان عندكم شي تساؤلات مرحبا علاش لا، ونقول لكم بسلامه عليكم، الله يعاونني ويعاونكم.